بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا ميسيو محمد عثمان وأنت طالب في أولى ثانوي، والنهاردة معادنا مع واحد من أهم الأسئلة على الإطلاق في اللغة الفرنسية. في الفرنساوي، في الإنجليزي، في العربي. هو سؤال مهم جدا، سؤال المواقف. السؤال ده في البداية هيبقى صعب لأن أنت أول مرة تتعامل مع اللغة، فالحصات هتبقى تقيلة قوي. حاول تطلع منها على قد ما تقدر. انا بعرف اشرح كويس، محتاج منك بس انك تركز في اللي انا هقوله كويس. ركز في اللي انا هقوله، افهم الكلمات، افهم السؤال ماشي ازاي. طلعنا بنسبه 50 60% الحصادي ان احنا بس خدنا فكره عن الموضوع ده كويس. تمام. الحصه دي خدنا 50 60%، الحصه الجايه يبقوا 70، الحصه اللي بعدها يبقوا 80، الحصه اللي بعدها يبقوا 90. شهر بالظبط توصل لنسبه 100% في سؤال المواقف ان شاء الله. عايزك تركز معايا بس كده وتصلي على النبي وتهدى اعصابك وتسمع مني للاخر، ما تتسرعش. انا عارف ان الحصه دي تقيله وعارف انك هتتوه مني شويه، بس هنحاول بقدر الامكان نبسط الامور. وهنبدا في سؤال السيتوياسيون. اسمه تاني. بص 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 كده، سيتوياسيون. يعني كده انطق معايا. سيتوياسيون، سيتوياسيون. طيب، سؤال المواقف. سؤال المواقف فيه كلمات لازم تكون عارفها الاول عشان تعرف تتعامل معاها. اول كلمه واهم كلمه هتتعامل معاها الكلمه دي، كمان اسمها تي دو موند. تي دوموند، تي دوموند. تاني كده، تي دو موند. ما تنطقش الاس ولا الاو يا حماده، انت اخرك هنا. تي دوموند، تي دوموند معناها انت تطلب او انت تسال. انت تطلب. لو انا جيت قلت لك انت تقول يبقى سؤال، دي معناها يقول، هنجيلها دلوقتي. يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ دوموند. دوموند معناها تسال. عندك تي سالي. سالي، سالي دي معناها تحيي شخص. تي بريزونت. بريزونت انت تقدم. تي دي، الكلمه دي مهمه جدا. ديت ليها مصدر فعل اسمه دير. دير دي معناها يقول، يبقى دي معناها انت تقول. يبقى تي دوموند انت تطلب، تي دي انت تقول. تي دوموند انت تطلب، تي دي انت تقول. بص يا سيدي، لما يكون عندك دوموند دوموند في الجمله، ده الفعل فيه دوموند، تي في الاول تي في الاخر، يبقى سؤال. ده مع ايه؟ مع الدوموند. تاني كده، دوموند تي في الاول تي في الاخر يبقى سؤال. طيب، يبقى تي دوموند، تي سالي، تي بريزونت. هفهمك الكلام ده. تي دي، تي تو بريزونت انت تقدم نفسك. تي تكسكيوز، تي روميرسي. بص كده، روميرسي. روميرسي حتى جاي منها كلمه ميرسي. اهي ميرسي جاي منها. يبقى تي روميرسي، عندك تي تكسكيوز، تي تو بريزونت. il دي هو يقول مش انت. الكلمه دي مهمه جدا تعرفها، اسمها prendre congé. زي كده، prendre 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 congé. طبعا انت عارف ان دي اسمها اكسون تيجي يا حماده. prendre congé معناها تودع. تودع يعني انت ماشي، وانت ماشي هتقول ايه؟ وانا ماشي هقول لك يا عم اوفر. الله يا عم، ادي كلمه اوفر، مع السلامه. وانا ماشي هقول لك تشاو، مع السلامه. وانا ماشي هقول لك في كلمه اسمها، لسه تحفظها في الكلمات، اسمها ابليس. ايوه، ابليس، مع السلامه. يبقى انت عندك اوفر، عندك شاو، عندك ابليس. ممكن تقول كمان صلي. صلي ديت بتنفع في كل حاجه، انت داخل وانت طالع وانت خارج وانت ماشي صلي. طيب، عندك تي ديكري. ديكري دي معناها تصف. حتى في كلمه في الانجليزي اسمها عندك ديسكرايب، معناها يصف. عندك في اليوتيوب اللي يقول لك صندوق الديسكريبشن، تحت صندوق الوصف. يبقى انت عندك ديكري معناها يصف. تمام. عندك تي انفورم. انفورم دي معناها تخبر. عارف كلمه انفورميشن؟ انفورميشن بالانجليزي، بالفرنساوي اسمها انفورماسيون. هي بص لها كده، بص لها بس كده. هنشوفها تاني كده. بص اسمها تي انفورم. لو جيت بصيت لانفور هتلاقي كده زي كلمه انفورميشن، هي ناقصها شان وخلاص. تمام. بور دي معناها لكي. يبقى انفورم معناها تعلم او تخبر. طيب، سيبك من الكلام ده عشان ما يلخبطناش. تعالى نحل عشان تفهم السؤال ده. عايز تدريب. صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي. يلا، بسم الله. بص يا حماد، في معناها انت. رو ميرسي.
انا لسه قايل لك غو ميرسي دي معناها تشكر. ده المفتاح بتاعك، ده مفتاحك يا حموكشه. غو ميرسي معناها يشكر. انت بتشكر مين؟ صديقك. انا جاي اشكرك. هقول لك ايه يا باشا؟ هقول لك ديزولي، اسف، حفظ الكلمات، ولا اقول لك اوفوار مع السلامه. انا كده ما شكرتكش. لما اجي اشكرك بص كده، بص بص كده، هو ميرسي، فانا عايز ميرسي بوكو، ميرسي بوكو. وهقول لك جو تو ميرسي، انا اشكرك، ميرسي، هي ميرسي ميرسي ميرسي، شكرا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك تي معناه انت، برون كونجي. كونجي اللي سالك كونجي دي معناه تودع. انت تودع. دوتي يا مي اصدقائك، بتودع اصدقائك. يعني وانت ماشي من عندهم هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم ابليس. ابليس دي معناها مع السلامه. حلو. وهتقول لهم اوغفوار مدام، لا اصدقائي مش مدام، عيب، خليك محترم. ولا هتقول لهم بونجور صباح الخير، صباح الخير، لا انا كده ما بودعهمش. تقول لهم شكرا على ايه بالظبط؟ تقول لهم تشاو. يبقى بروندر كونجي معناها تودع، استخدمت معاها تشاو واستخدمت معاها ابليس، اللي هي تشاو تودعهم يعني سايبهم وماشي، تقول لهم مع السلامه. عندك ليها كلمتين. السؤال اللي بعده في صلي. صلي دي معناها تحيي، خدناها، خدناها يا حماده، خدناها. صلي معناها تحيي. طون بروفيسور استاذك. لو ماتان، ماتان دي معناها في الصباح يا صباح. لو ماتان معناها فين؟ في الصباح. بحيي استاذ الصبح، يعني انا داخل كده على الميسي محمد كده الصبح، هتقول له السلام عليكم؟ ايوه ممكن اقول السلام عليكم عادي، ايه المشكله يعني؟ طيب لما تيجي تحيي استاذك الصبح هتقول له ميرسي شكرا؟ لا انا كده ما حييتوش، كده ما حييتوش خالص. طب هتقول له ايه الصبح؟ هتروح قايل له بونجور، صباح الخير، وتروح قايل له بونجورني، نهارك سعيد. هتروح قايل له بونجور صباح الخير وبونجورني نهارك سعيد. طب تعال نشوف الباقي كده. دي كلمه اسمها بونسوار، اسمها تاني كده، اسمها بونسوار، اسمها تاني، اسمها مين؟ اسمها بونسوار. بونسوار دي معناها مساء الخير. عندك بونسواري معناها اسكت يا حمار، وبونسواري معناها مساء الخير. ايه يا جدعان في ايه ده؟ انا اول مره اسمع صوت. ما حدش يركز يا جماعه، بعد اذنكم ركزوا معايا. يبقى بونسوار وبونسواري. ببساطه شديده جدا بونسوار معناها مساء الخير. عارف انت لما يجي يقول لك ده البت كانت في الفرح لابسه فستان سواري؟ ايوه يا عم، ايوه يا سيدي، البت حسناء كانت لابسه فستان سواري. سواري اللي هو فستان سهره بتاع بالليل. يبقى انت عندك كلمه سواري الصبح ولا بالليل؟ بالليل. يبقى انت تعرف كده ان انت كده، يبقى انت تبقى عارف كده ان انا عندي سوار معناها مساء. سوار معناها ايه؟ مساء. الكلمه دي سوار بالليل، ودي سوار بالليل، يبقى دوت بيتقالوا امتى؟ سوار بالليل. اما كلمه جورني، جورني ده ايه؟ معناها في الصبح. بونجور. كده خش على بابا، قول له، خش كده على بابا انت الصبح كده، قول له يا بابا بونجور، يقول لك امشي يالا. بونجور انت عبيط يالا؟ لك انت هتخيب. طب انت بقى خش على بابا، قول له بونجور يا بابا، اقول لك يا احلى بونجور يا الف بابا. يعني ايه بونجور اصلا؟ وهكذا. يبقى بونجور صباح الخير اسمها بونجور، ما يفهمني؟ بون هشولي بن، هو لا بن ولا قهوه، اسمها بون. بونجور صباح الخير. ومساء الخير اسمها ايه؟ اسمها بونسوار. يا خراب، اسمها بونسوار، اسمها تاني بونسوار معناها مساء الخير. يبقى بونجور صباح الخير، وعلى شكلتها بونجورني، بونسوار مساء الخير، بونسواري سهرة سعيدة. طب تعال نكمل. تي أنت صلي تحيي تنبر والدك لو سوار. أنا لسه قايل لك إن كلمة سوار شكل كلمة سواري بتاعت فستان سواري، صح؟ يبقى سوار وسواري الصبح ولا بالليل يا حماقشة؟ سوار دي احنا قلنا فستان سواري، سواري يبقى بالليل، يبقى سوار يبقى بالليل. حلو، يبقى انت هتستخدم لو سوار، هتروح قايل بونسوار مساء الخير، وهتروح قايل
بون سواري، سهرة سعيدة. تمام، أو ليلتكم سعيدة. يبقى بون سوار وبون سواري. طب بونجور تنفع؟ لا. ديزولي دي معناها آسف ما تنفعش، وبرضه معناها آسف ما تنفعش. أنا هسألك في الكلام ده الحصة الجاية على فكرة. تي أنت برون كونجي، تودع. أنت بتعمل إيه؟ تودع. تودع يعني سايبهم وماشي، وأنت ماشي. هتقول إيه؟ هتقول أوروفوار، مع السلامة. هتقول صباح الخير؟ لا مش هقولها وأنا ماشي. هتقول ليلة سعيدة؟ مش هقولها وأنا ماشي. هتقول ميرسي شكرا؟ مش هقولها وأنا ماشي. هقول إيه؟ هتروح قايل تشاو. ماشي مع أصحابك كده، قول لهم تشاو يا رجالة. يقول لك ماشي، شكلك ناوي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده تي أنت رو ميرسي. رو ميرسي دي معناها إيه؟ معناها يشكر. إحنا قلنا لما تيجي تشكر حد قول له ميرسي. أها. وهتروح قال له جو فو روميرسي. أها. من نفس الكلمة، روميرسي ميرسي روميرسي. في معناها أنت. كيت. الكلمة دي مهمة جدا 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 جدا، معناها يغادر. يغادر. أنت تغادر لا كلاس، الفصل. كيسك تي دي تي كامارات، هتقول ايه لاصحابك وانت ماشي من الفصل؟ انت ماشي. هتروح عليهم اوروفوار. مش في اغنيه الله يعلم بيقول لك مع السلامه للي عاوز يمشي يركب، بيقول له مع السلامه. اللي هي اوروفوار، وهتقول له ابليس، دي معناها مع السلامه. السلامة. يبقى لما يجي يقول لك كيت تغادر، انت ماشي يا عم يلا بالسلامة. السلامة اسمها ابليس، وعندك اوروفوار معناها مع السلامة. السؤال اللي بعده. في معناها انت. تكسكيوز معناها تعتذر، حتى شكل كلمة الانجليزي اكسكيوز مي. هنا اكسكيوز معناها يعتذر. انت بتعتذر. لما تيجي تعتذر لحد او تتاسف له، هتقول له شكرا؟ هتقول له برافو؟ لا انا كده ما تاسفتلوش. طب هتقول له اوروفوار مع السلامه؟ انا كده برضه ما تاسفتلوش. طب هتقول له شكرا؟ انا كده ما تاسفتلوش. اما عشان تتاسف له تستخدم باردون. تاني تاني. باردون. باردون، انا اسف. وهتستخدم كلمه تانيه اسمها ديزولي. ديزولي اسمها تاني ديزولي. تاني تاني كده ديزولي، مش ديسولي. ما تقطعش الاس. انا قلت لك الاس لما تقع ما بين دو فويال، حرفين متحركين منطقه الز. ديزولي تقول له باردون. السؤال اللي بعده بيقول لك تي انت دوموند معناها تطلب. تون كامارات، تطلب بتطلب تون كامارات دو كلاس سون نو، مش نوم. نو معناها اسم. يبقى انا بسأل عن مين دلوقتي؟ عن الاسم. عشان تسأل عن الاسم هتروح قايل كومون سافا؟ لا، كومون سافا دي معناها كيف حالك، خدناها ما تنفعش. صح صح يا جحش. طب هتروح قايل له كومون، تقول له كي سي من هذا، انا كده ما سألتش عن الاسم. هسأل عن الاسم بإيه؟ هسأل عن الاسم بكومون تي تابيل. اسم يلا. اسأل عنه كومون تي تابيل. واروح قايل كيلي تونو، ما يكون اسمك. انا كده سألت عن الاسم. السؤال اللي بعده. تي دوموند انت تطلب. اتون كاماراد من صديقك. دو كلاس بتاع الفصل. سونو اسمها. كيسك إل دي يا حماد. إل دي معناها هو. استني. إل دي معناها ايه؟ هو. انت بتطلب من صاحبك بتاع الفصل اسمه، هو هيقول لك. يبقى هيسأل ولا هيجاوب؟ بتطلب من حد، تسأل حد، انت بتسأل، هو هيقول لك، يبقى هيرد عليك هيجاوبك. بتطلب من واحد اسمه، هو هيرد عليك ويقول لك ايه بقى؟ فكر فيها كده. يا نهار ازرق. تطلب من واحد اسمه، هو هيقول لك ايه بقى؟ يلا ها انا معاك اهو. هو هيقول لك، يبقى هو هيجاوبك. راح قايل لك جو مابيل توم، انا اسمي توم. انا كده اتكلمت عن اسم انا. هيقول لك موا. انا قلت لك موا دي معناها انا. ما هو انت بتساله انت اسمك ايه؟ راح قايل لك انا، لازم يقول لك انا اسمي كذا. تمام. طيب السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك تي تو بريزونت. بص بص بص. تي معناها انت.
بريزونت معناها تقدم. معناها ايه؟ تقدم. التو دي بقى لازمتها ايه؟ انت تقدم. التو دي معناها نفسك. بص 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 بص، انت تقدم نفسك. تي تو بريزونت فيها تو، اللي فيها تو كمان معناها تقدم نفسك. انت بتقدم انت يا عم. انت تقدم نفسك، انت هتقول ايه؟ تعال نشوف كده. بتقدم نفسك لصديقك بتاع الفصل، ماذا انت ستقول؟ بتقدم نفسك يبقى هتقول انا. لما تيجي تتكلم عن نفسك لازم تقول انا، اللي هي موا وجو. فانت عايز موا سي جون، انا اكون جون، وتروح قايل هنا جو مابيل جون. السؤال اللي بعده، تي دوموند انت تطلب اتون فرير من اخوك لو نو الاسم بتاع صديقه. هنا سؤال يختلف، يلا ركز. انت بتطلب من صاحبك الاسم بتاع صاحبه، انت هتقول له ايه وانت بتساله عن اسم صاحبه؟ وانت بتساله عن اسم صاحبه هتروح قايل له اسم، انت اسمك ايه ولا هو اسمه ايه؟ لا ده انا هنا بطلب اسم صديق، واحد غائب، فانا عايز اسال هو. انت بتطلب من اخوك اسم صاحبه، يبقى انا عايز اسال بهو. هروح قايل لك ايه بقى؟ طبعا الابيت يسكن ملهاش علاقه، كومون سافا ملهاش علاقه، ما اسمك انت، ما اسالكش انت، هتبقى دي ودي. ازاي يا عم؟ كلي سونو، ما اسمه، وكومون إيل سابيل، كيف هو يدعى. لان هنا انا بسال عن اسم صديق، صديق ده اسم مفرد اللي هو، يبقى ما اسمه كومون إيل سابيل. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لك تيت، بص كده، تيتو بريزونت انت تقدم انت، يبقى انت بتقدم نفسك. بتقدم نفسك تسكت دي، ماذا انت ستقول؟ لما تيجي تقدم نفسك انا قلت لك انت عايز الجو وعايز الموا، لا بمعنى انا. لما تيجي تقدم نفسك هتروح قايل موا انا سي بيير، وهتروح قايل جو مابيل ماري، جو مابيل ماري. السؤال اللي بعده، تي دوموند انت تطلب اتون كاماراد من زميلك سونو اسمه. بتطلب من صاحبك اسمه، تروح له كيف حالك؟ لا. كيلي تون بي ما بلدك؟ لا برضه. بتطلب من واحد اسمه هتروح له كومون تي تابيل، انت اسمك ايه يا حموكشه؟ وتروح له كيلاجا تي مع عمرك؟ لا، ما بسالش عن اوج، انا بسال عن نو، هتبقى كيلي تونو. السؤال اللي بعده بيقول لي تونو مي صاحبك، صاحبك تو دوموند بيطلب منك، تونو اسمك، صاحبك بيطلب منك اسمك، انت هتقول ايه؟ انا قلت لك لما تيجي تتكلم عن نفسك هتقول موا، وهتقول جو مابيل. كلمت عن نفسي قلت جو مابيل علي وموا انا سي علي. هقول انا عندي 17 سنه، ما بسالش عن عمر، ما بسالش عن حد، بس انا ما بسالش عن سكن. السؤال اللي بعده، تي دوموند انت تطلب اتون بروفيسور من استاذك سونو اسمه. بتطلب من استاذك اسمه. بص 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 كده، هو هيقول ايه؟ مش انت اللي هتسال، انت طلبت، انت سالت، هو هيقول، يبقى هو هيرد عليك، هيجاوب. انت سالته، هو هيقول لك، يبقى هو هيجاوبك. هيقول لك جو سوي مسيو بيير، انا اكون مسيو بيير. ممكن يقول جو مابيل مسيو ليو، انا اكون مسيو ليو. السؤال اللي بعده بيقول لي تي دوموند انت تطلب اتونامي من صديقك سوني تا دو سونتي. تا دو سونتي دي معناها الحاله الصحيه، هتقابلك كتير. حالتك الصحيه، حالك انت بتطلب، انت بتطلب من صاحبك حالته الصحيه. هو هيقول لك ايه؟ يقول لك انا اسكن، ملهاش علاقه. ما هو الابيت ملهاش علاقه. اقول لك 16 سنه جي سيزون، ملهاش علاقه. حالته يقول لك انا اسمي، ملهاش علاقه. يقول لك انا اسمي حالته، يقول لك انا اسمي كذا، لا. اروح لك يقول لك تري بيان ميرسي، انا كويس. ويقول لك سافا بيان، انا بخير. السؤال اللي بعده، دي معناها انت بارل تتحدث، انت تعمل ايه؟ تتحدث. بتتحدث عن عمرك، عمر، تتكلم عن عمرك. لما تيجي تتكلم عن عمرك انت هتقول ايه؟ هتقول انا اسمي؟ لا، جو مابيل ملهاش علاقه، انا ما بسالش عن اسم، انا بسال عن عمر. هتروح قايل جيم لو نوار، بحب الاسود، ملهاش علاقه. طب بتتكلم عن عمرك انت، فلازم تقول انا جي كانزون، وهتروح قايل سي سيزون، انه السادس عشر. السؤال اللي بعده كده، تعال نركز مع بعض، نخلص اهو.
تونامي صاحبك، تو دوموند يطلب. صاحبك بيطلب منك توناج عمر. صاحبك بيسألك عن عمرك، انت هتقول ايه؟ يبقى انت هتجاوب. ركز يلا، ركز يلا، ده ركز يلا. صاحبك بيسألك انت عندك كام سنة، انت هتقول له ايه؟ يبقى انت هتجاوبه. هتروح قايل له انا عندي 16 سنة، جي سيزون. هتروح قايل له موناج عمري بيكون 16 سنة. هو ما جابليش صيغة غائب عشان اتكلم عنه، وما جاب لي، ما بيسألش عن اسم، ما بيسألش عن حاجة. السؤال اللي بعده. دوموند يطلب، انت تطلب، تي دوموند اتون كاماراد من صديقك، سوناج عمر. وتطلب من صديقك عمره، انت هتقول له ايه؟ مش هتسأله عن القبيل، عن الاسم. تطلب منه عمره، مش هتسأله عن الحال. تطلب من صديقك انت، هتقول له انت، مش هتقول له هو. هروح قايل له كيلوجتي مع عمرك، وهتبقى كيلو توناج. شفت سهله ازاي؟ والله سهل. بس هي عايزه تدريب، يعني هي عايزه تدريب. هو الموضوع صعب والله، انا عارف الموضوع بالنسبه لك صعب في البدايه، وانت شايفني عمال احل بسرعه، والكلمات ممكن تكون انت لسه ما حفظتهاش. هتيجي، بس اصبر. اصبر بس. اصبر. اصبر، ما تبقاش مستعجل كده. تونامي معناها صديقك. تونامي معناها ايه؟ صديقك. سانفورم معناها يستعلم عن الاج، يعني اج عمرك. صاحبك بيسألك عن عمرك، انت هتقول له. واحد بيسألك، انت هتقول، يبقى انت هتجاوب الاول. طب هتجاوب عن ايه؟ عن الاج. جاوب عن ايه؟ العمر. العمر هتروح قايل لي انا اسمي؟ لا، ما اسالش عن اسمي. هقول جي دي كوبا عندي صديقين، ما اسالش انت عندك كام صديق. انا بسالك عن الاج، العمر. هتروح قايل مناج عمري بيكون 16 سنه، وانا عندي 16 17 سنه، جي دي سي. تي دوموند انت تطلب اتوم بروفيسور من استاذك، سوناج ادي اهو. طب تعال نشيل الغلط الاول. تطلب الاج. يلا. بيطلب الاج، يبقى الابيتي تسكن، اين تسكن ملهاش علاقه. بيطلب الاج، يبقى سؤال عن النوع، الاسم ملوش علاقه. طب بيطلب من مين؟ بيطلب من الاستاذ. هقول له ما عمر فوتر بير، بير دي معناها والد. عمر والدك ايه؟ لا، ما بسالش عن الاب، انا بسال الاستاذ هتبقى كيليه فوتراج وكيلاج افيف. السؤال اللي بعده، تونا مي معناها صديقك. تودوموند بيطلب منك، تونا دريس يا حماده، عنوان. صاحبك بيطلب منك عنوانك، عنوان. تروح قايل انا عندي 17 سنه؟ لا لا يا باشا، ما تسالش عن انت عندك، بيقول لك عنوانك، مش تقول انا عندي 17 سنه. هتقول انا بحب اسكندريه، ما اسالكش انت بتحب ايه ولا بتحب مين، مش عايزين عبط. هقول هو يسكن في نيس، هو مين اصلا. بسالك عن عنوانك، هتبقى انا عندي 30 سنه. 30 سنه ايه؟ 30 شارع الاوبرا. انا بقول ايه يا جماعه، انا عايز انام ولا اروح على جابيتا باري، انا اسكن باري. اسمها باري، مش باريس. باري. السؤال اللي بعده. في تنفورم تستعلم سير عن الادريس، العنوان. اها. تتكلم عن العنوان بتاع صديقك. كاسك تدي، ماذا انت ستقول يا حماد؟ بتستعلن عن عنوان صاحبك، انت هتقول له ايه؟ هتقول له اسمك؟ لا يا عم، انا بسأل عن ادريس، عنوان. هتقول له الاج عمرك؟ لا يا عم، بسألش عن الاج. هتقول له عمك؟ عمك وخل، لا طبعا. هو هيقول له كليه طبعا ادريس ما يكون عنوانك، واوتيا بيت او بيتي اين تسكن. انا شايف اللي هو كفايه كده النهارده عليكم. الموضوع صعب في البدايه، بس انت حاول تسمع وتركز، ولو انا شرحتها وانت ما فهمتهاش كويس، ممكن نعيدها تاني، شرحها تاني عادي جدا. لما نخلص الدرس ونخلص حفظ الكلمات كلها ونحفظ الكلمات كلها مع بعض، ممكن اعيد لك الشرح ده تاني عادي جدا. بس المهم ان احنا نستفيد، وكده كده هنحله مع بعض في الحصه ان شاء الله، باذن الله الحصه الجايه. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا اي حاجه، وان شاء الله باذن الله مش اخر محاضره هنا مع بعض. احنا هنعمل فيديوهات او سلسله فيديوهات تدعم الشغل بتاعنا، والناس اللي مش معانا اللي في المحافظات التانيه هنعمل لهم شغل تاني خالص من كتاب مختلف تاني خالص، عشان الناس كلها تستفيد. بنحبكم ونتمنى لكم كل خير، وإن شاء الله نشوفكم على خير يا شباب. سلام.